السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الخطرة جيت نشارك معكم نوع من أنواع الكسكس الجزائري اللي معروفين به حنايا ناس الغرب أكثرية. تاني ولاية تلمسان اللي يجي مالح وحلو، يجي بالتفاية، وتاني يجي مرقة حمراء ولا كالي يديرها محمر. نبدو على بركة الله. أول حاجة غادي ندير هنايا اللحم تاعي قليتها غاية في شوية سمن وشوية زيت. زدت عليه تاني حبة بصلة تكون كبيرة مراقية قليتها غاية. من بعد نزيد عليه الخضره اللي فيها. عندي هنا الحبات بصله يكونوا شويه متوسطين. عندي تاني زوج حبات تاع الطماطيس، وعندي تاني هنايا الكروطه. درت مغرف ونص تاع طماطيس تاع القوطي. عندي تاني التوابل، هنا درت فلفله حمراء، سكنجبير، الكركم، الملح، تاني قرفه شويه تاع غبره، وتاني درت قرفه تاع العود. نخلط هاد المقادير ونحطهم على النار يتقلاو شويه كما راكم تشوفوا. من بعد اللي يتقلاو لي نمرق بالماء يكون حامي هنا حتى يتغطاو هذوك الخضره اللي عندي. زدت عليهم هنا 10 كرافس وحده تاع جويه. من بعد نقفل عليها ونخلي. انا زدت الحمص درته فيه هكا في الشبكه باش ما يتودرليش، باش نحوس عليه بالحبه. ومن بعد نقفلها واحد 15 دقيقه. من بعد نزيد الخضره، ما تديليش بزاف طياب كما شفتوا. الكاويه الحمراء، اللفت، درت تاني الكوجات خضراء، ودرت تاني البطاطا، ونقفل عليها تاني 15 دقيقه حتى تطيب لي هذيك الخضره. المهم هنا نروح للتفايه اللي فيها الحبه تاع بصله متوسطين درتهم. زدت عليها السكنجبير، القرفه، الكركم، وشويه تاع الحرور، ورشه تاع الملح. هنا الزيت ماذا بيكم ديروا ما تخافوش خاص تبغي لي دم. ودرت نص مرف تاع الدهن ونحطها على النار تتقلى. كيما هكا نخلطها ونحطها على النار تتقلى. بعد اللي تقلات نديرو نجيبو الزبيب اللي عندكم. انا خلطت، كان عندي الكحل وهذاك الصفر، نفختهم شويه تاع محامي. ومن بعد كينا ضفتهم للبصله تاعي. ومن بعد السكر هنا على حساب نتوما شحال تبغوا حلاوه. المهم زدت الماء، هنا درت 2 كيسان تاع ماء، نحطهم على النار كيما هكا. زدت لهم شويه تاع دهان تاني، نغطيها ونحطها على النار طيب على نار قليله. هنايا كما راكم تشوفوا طلقت لي هذاك الماء تاعها. عشان نزيدها غادي نزيدها هنا الحسن الحر كما تقدروا ديروا الحسن العادي. انا كان عندي الحسن الحر زدت لها الحسن الحر. نزيدها لها ونحطها على النار. قلت لكم نقص لها ونخليها تطيب على نار قليله حتى تتعسل وتتكرمل. وماذا بكم ما ديروهاش ناشفه، ما تخلوهاش حتى تنشف لكم. المهم كي تشوفوا البصله طابت والزبيب طاب صاي قلعوها. هنا بعد طابت لي وتعسلت شنو درت؟ قلعتها وحمرت هذاك الدجاج تاني، قحته من المرقه، حمرته في شويه تاع الزيت وشويه تاع الدهن، قليته. ومن بعد هذيك تاني الكاويه الحمراء تاني قلعتها وحمرتها في نفس المقله اللي حمرت فيها الدجاج. هنايا الطعام كنت شاركت معكم الوصفه تاعه. دخلوا عندي تلقوه في الفيديو كنت دايره طعام بالزبيب. غادي تلقوا نفس الوصفه اللي درتها بها. هنايا فرغت الطعام تاعي في الطاجين اللي غادي نقدمها فيه. درت الحفره في الوسط بالغرفيه، ودرت الحمص، جبت الدجاج حطيته كما راكم تشوفوا. من بعد نبدا نستف في هذيك الخضره. درت الكروطه هي الاولى، من بعد كنا حطيت الكابويه الحمراء. هنا شوف الخضره كاع اللي درناها غادي نحطوها من الفوق. من بعد كاينه زدت الكابويه الخضراء كورجات، وزدت هنا تاني اللفت، بطاطا. ومن بعد غادي نزيد تاني ندير التفايه من فوقها. انا بعد لي تعسلت كما راكم تشوفوا. هنا ملاحظه، شوفوا كي تكون الطيب قولها على النار شويه مع التالي باش تجيكم شغل مكرمله وتطيب فيه في الزيت تاعها هذاك اللي طلقاته كيما هكا. حطيتها من فوقها وزدت لها تاني اللوز، البيض، وزيدوا لها تاني من فوقها شويه تاع الحسن الحر الا كان متوفر عندكم. وكانت هذه هي وصفه تاع اليوم، طعام جزائري من اروع ما يكون. جربوه ما غاديش تندموا. لعشاق المالح والحلو متاكده غادي تعجبكم الوصفه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في الكومنتات. مع السلامه وتهلاو لي في رواحكم.